السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. النهاردة بقى هنعمل معاكم الفطار الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. ومش هننسى العصير معانا بعد طبعا ما ناكل كده والحمد لله ونتبسط. نحلي بقى بالعصير الخفيف الجميل دوت المرطب، وحاجة بسيطة وجميلة ومفيدة. وطبعا الاكل بتاعنا النهارده جديد زي ما انتوا شايفين كده. النهارده هعمل معاكم ملوخية بالارانب مع شوية محاشي. انا جبت الارانب بتاعتي غسلتها ونضفتها ونقعتها طبعا في محلول الملح، ملح وليمون وخل وشوية دقيق كده، ونقعتهم كويس. وبعد كده شطفتهم ونضفتهم وحطيتهم يتصفوا من المية زي ما انتوا شايفين. الارانب بتاعتنا كده نضيفة وجميلة وما فيهاش اي دم ولا اي حاجة زي ما انتوا شايفين. وجبت بقى معانا كده نص كيلو من الملوخية الخضراء، قطفتها وغسلتها وحطيتها تتصفى عقبال ما نعمل الارانب بتاعتنا. ودي اساس الاكلة بتاعتنا النهاردة، هي الملوخية بالارانب طبعا مع شوية تحابيش جنبيها كده هوت. اول حاجة هجيب بقى المقلاية بتاعتنا وانزل فيها بمعلقة سمنة بلدي كبيرة كده حلوة، وحوالي 3 4 معالق من الزيت، واسيبهم بقى يسخنوا كده شوية. وهنزل بكام فص من المستكة، ده اختياري طبعا، لو موجودة عندك موجودة، مش موجودة خلاص. هي بتدي طعم وريحة حلو كده للأكل بتاعنا. طبعا نزلت بقى بالأرانب بتاعتي هديها صدمة كده وتشويحة صغيرة قبل ما اسلقها. طبعا لازم تكون السمنة والزيت معانا سخنة قوي عشان تاخد الصدمة على طول، تقفل المسام بتاع اللحم بتاعنا. وزي ما انتوا شايفين كده انا رصيت الارانب كلها مع السمنة، طبعا معلية النار عشان تاخد ايه لون على طول كده معانا، ما تقعدش وتنزل ميتها. وزي ما انتوا شايفين بدأت تاخد معانا اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه دوت. وابدأ اقلبها على الناحية التانية عشان ياخد نفس اللون برضو. طبعا مش قادرة اقول لكم بقى على الريحة والجمال، ولا بقى في ريحة زفارة ولا اي حاجة، لان احنا غسلينها كويس ونقعينها كويس ومصفيينها طبعا من المية بتاعت النقع. وزي ما انتوا شايفين كده حاجة بسم الله ما شاء الله، اللهم احسن ما بين ايدينا. طبعا دي الطريقة بقى بتاعت امهاتنا في عمايل الارانب وتسويتها والملوخية بتاعتها. كده بدأت تاخد بقى لون من الناحية التانية، خدت معانا خلاص كده الصدمة واللون الذهبي من الناحيتين. هبدأ بقى ايه اشيلها. زي ما انتوا شايفين كده كلها استوي، كلها خدت اللون معانا. هنبدأ بقى نشيلها كلها. وهننزل بقى بالجزء التاني. برضو خد كده اللون معانا.
كده الارانب معانا بقت جاهزة وخدت اللون اللي احنا عايزينه. هنا بقى انا حطيت مية تغلي ونزلت بقى بيها بطماطماية وجزراية، بصلاية كبيرة، وكم ورقة من ورق اللورة، معلقة كبيرة من الفلفل الاسود. وهنزل بقى بالارانب بتاعتي عشان بقى تبدأ تتسلق براحتها. طبعا بقى هي هتتسلق معانا، وهناخدها هنحمرها برضو في معلقة سمنة بلدي كده بعد ما تتسلق. وهنغطيها بقى ونسيبها بقى ايه تتسلق مع نفسها. هنا بقى الارانب بتاعتنا اتسلقت، طلعتها طبعا من الشوربة، وهبدأ اعمل بقى الملوخية بتاعتنا. خدت شوية من الشوربة وهنزل بقى بالملوخية بتاعتي. طبعا كنت خرطتها بقى وجهزتها، طبعا انا ما صورتش كل ده عشان ما اطولش عليكم بس في الفيديو. كده الملوخية بتاعتنا جاهزة. وانا طبعا طلعت بقى الارانب من الشوربة، حمرتها وجهزتها. وطبعا انا حاطه التومه بقى بتاعت الملوخيه على العين التانية عشان تبقى جاهزه معايا على طول. مش عايزه اقول لكم بقى ان ايه اني خلاص المغرب على اذان، فانا ايه بجهز كل حاجه على عين عشان الحق اخلص على طول والحق اصور معاكم. كده التومه بتاعتنا بقت جاهزه، والملوخيه زي ما انتم شايفين كده خدت غلوه حلوه. هنقلبها بقى تقليبه حلوه كده قبل ما ننزل ايه التوم عليها. ويلا بقى نشهق مع بعضينا كلنا شهقة الملوخيه بقى الجميله بتاعت امهاتنا. طبعا الريحة بسم الله ما شاء الله، اللهم احسن ما بين ايدينا. انا مش قادرة اقول لكم على الجمال ولا جمال الريحة. طبعا شايفين الملوخية ما شاء الله قوامها مظبوط، والتومة بتاعتها لونها فاتح ما غمقتش ولا حاجة. وكده الملوخية بتاعتنا بقت جاهزة. وطبعا زي ما قلت لكم احنا حمرنا بقى الارانب وجهزناها وخلصناها. هنبدأ بقى في التقديم. وهناخد بقى الملوخية معانا عشان نبدأ بقى ايه نغرف اكلتنا النهاردة. وكده الاكل بقى جاهز. طبعا الارانب اتحمرت وزي ما انتم شايفين لونها كده وجمالها حاجة فعلا تفتح النفس. وادي الملوخية بتاعتنا. وطبعا عملت شوية محاشي بقى جنب الاكلة الجميلة دي، ما يفوتهاش شوية محاشي. وليفل الوحش بقى الكبير بتاعنا دوت طاجن الورق العنب بالفلفل، وحاجة بسم الله ما شاء الله. وده كان الفطار بتاعنا النهاردة. ومش هننسى بقى في وسط كل ده العصير بتاعنا وكوباية العصير اللي هنختم بيها بقى اكلتنا الحلوة ديت. معانا بقى عصير العناب. طبعا بقى العناب دوت كركديه وتمر هندي الاتنين على بعض، حاجة كده جميلة ومغذية. وطبعا بقى دي احلى حاجة تشرب يعني بعد الفطار. وده كان فطارنا النهاردة وعصيرنا. ولو الفيديو بقى عجبكم وتعبي بقى في الفيديو عجبكم، لايك وشير. اللي ما اشتركش في قناتي يشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.